هتعملي من كيلو بانيه 2 كيلو برجر فراخ. هيعمل معاكي كمية كبيرة جدا، طعمه خطير بالجبنة السايحة. تعالوا نشوف المقادير والطريقة اللي هتطلع معاكي احلى كمية واحلى طعم. وهنقول يا صباح الورد، يا رب كل المتابعين في صحة وخير. هنحضر معانا كيلو صدور فراخ، ومعاه نص كيلو من البصل، ومعاه جزر وفلفل حامي او فلفل رومي، ومحضرين هنا البهارات بتاعة البرجر طبعا هقولكوا هي ايه، وجبنة موتزاريلا، وهنا كايزر او فينو على حسب الموجود. ده برضو كل ده هندخله جوه البرجر واحنا شغالين. اول خطوة هنعملها كده ان احنا هننزل البصل في الكبة ومعاه الجزر والفلفل الحامي، وهنضربه كويس جدا. اهم حاجة يبقى ناعم قوي وملوش اي قوام علشان يتفرم معايا حلو جوه الفراخ ويعمل لي عجينة برجر طرية وملساء جدا مش خشنة. بعد كده هنبتدي ننزل الكايزر او الفينو اللي احنا بليناه في المية وعصرناه حلو جدا، وهنبتدي نضربه مع البصل والجزر. بعد كده هنبتدي نحط البهارات اللي هي عبارة عن كيس من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من البهارات، وكمون، فلفل اسود، كركم، ملح، ورشة بسيطة من القرفة. هنزل بكل دوت مع الخليط اللي في الكبة واضربهم حلو قوي لحد ما يبقى الخليط قوامه ناعم كده زي ما انتوا شايفين، وريحة البهارات بقى بتاعت البرجر بقت تحفة. الخطوة التانية اللي انا هعملها مع صدور الفراخ، ببتدي اضربها حلو في الكبة كذا مرة لحد ما تلعب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبتدي اقسم الكمية على نصين، ومع كل نص هبتدي انزل معاه نص الخليط اللي احنا جهزناه في الاول، واضربه حلو جدا مع بعض. لو حسيت ان هو عايز حبة ملح بزود علشان كله يتضرب مع بعض كويس. وده شكل البرجر بعد ما ضربنا كل المكونات في الكبة كده، وبقى يطلع معايا بالقوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله كمية تضاعفت، وطعم البرجر مش قادرة اقول لكم جميل وخطير قد ايه. هنسيب البرجر لازم يتشمع كده في التلاجة حوالي من ساعة لساعتين عشان اقدر اشكله واشتغل فيه من غير ما يلزق معايا. لازم نقطة مهمة قوي ان انا اسيبه يرتاح من ساعة لساعتين. بعد كده ببتدي اجيب حبة زيت كده في طبق، وادهن ايدي زيت، وابتدي اشكل برجر الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة معايا. بقى الحجم اللي انتوا عايزينه والشكل كمان اللي انتوا عايزينه، كل حاجة بايديكم ومتاحة. ان جربتوا تعملوا الطريقة دي في البيت مش هتبطلوا تعملوها، لانه بجد طالع طعمه حلو جدا. دي الكمية اللي انا هعملها، ومتبقي معايا ما شاء الله كمية كبيرة قد ايه. تبتدي تحفظيها برضو بالاسترتش في التلاجة، وقت ما تحبي تطلعي تعملي منها هتبقى معاكي في منتهى السهولة. هبتدي اسويه بقى في زيت مش غزير قوي، لكن لازم يبقى سخن كويس وعلى نار هادية لحد ما يستوي معايا. وابتدي يطلع معايا اهو، اقلبه على الوش التاني لحد ما يكمل باقي السوا، وكل ده على نار هادية مش عالية لحد ما يستوي معايا بالشكل ده. بعد كده الخطوة التالتة هبتدي احضر الجبنة السايحة اللي بتدي طعم للبرجر جميل. ده ميكس، اي ميكس الجبن عندك، موتزاريلا على شيدر او موتزاريلا لوحدها، الميكس الجبن اللي عندك بتنزلي عليهم معلقتين كبار من الزيت، وعلى نار هادية نفضل نقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. هي اول ما تسيح هتبتدي تلاقي كده بتمط، لكن هنفضل معاها لحد ما كلها تسيح خالص وتبقى معايا بتمط مطة عالية جدا كده، يبقى هي ساحت معايا وجاهزة ان انا انزلها في البرجر. بعد كده افضل اقلب فيها كده ما اسيبهاش ابدا على نار هادية لحد ما شاء الله ما تسيح معايا زي ما انتوا شايفين كده، ساحت معايا وبقت جاهزة ان انا استخدمها. اخر خطوة معايا بقى ان انا احضر الكايزر كده زي ما انتوا شايفين بقى. ده الاختياري بتاعكم، تحبوا بقى تحطوا البرجر الفراخ وعليه
الجبنة على طول، او تحطوا برجر وعليه شرايح مثلا خاص او خيار مخلل او قوطة، اللي انتوا بقى الحاجة، لكن بقى على حسب ذوق اي حد. بعد ما نزلنا بالجبنة كده حطينا الكاتشب والمايونيز، ما شاء الله البرجر كان طعمه بجد جميل جدا، والجبنة سايحة عليه كده شكلها بيشهي ويفتح النفس. جربوا الوصفة دي وهي هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها، وموفرة اوي. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة علشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا في الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير في حفظ الله. مع السلامة.